يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في ملخص فيلم جديد. في البداية لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. قبل ما أبدأ الفيديو النهاردة أحب أقول لكم إن 98% من اللي بيتفرجوا على القناة مش مشتركين فيها، مش عارف ليه. يعني ما أنت ممكن تشترك، الاشتراك سهل، مفيش أي حاجة ولا عليه فلوس، ومجرد دعم منك ليا بس بالاشتراك. فاشترك يا حبيب أخوك، ويلا بينا علشان ما أطولش عليكم وندخل في الفيلم على طول. بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه السائق جوه سجن في الولايات المتحدة الأمريكية، بيكون معلق صورة لأخوه جاري اللي اتقتل، بيكون بقاله 10 سنين في السجن. طول السنين ديت كان بيتمرن كل يوم علشان لما يخرج من السجن ينتقم لأخوه ويقتل المجرمين اللي قتلوه. بيكون في شخص بره اسمه روي بيجيب له أسماء الأشخاص اللي قتلوا أخوه، وكمان بيجيب له عربية والأسلحة اللي هيحتاجها كلها مقابل فلوس بياخدها منه. ولما بيجي وقت الخروج من السجن بيجي الحارس بتاع السجن وياخده للمأمور علشان يمضيه على ورقة الخروج. والمأمور بيقول للسائق إن هو خارج من السجن بعد فترة عقوبة كبيرة جدا، وإنه يشيل فكرة الانتقام لأخوه من دماغه علشان ما يرجعوش السجن تاني، خصوصا إن هو بيكون اتسبب في جرائم كتير جوه السجن. ولكن السائق مش بيدي اهتمام لكلام المأمور، ولما بيخرج بيروح جري على مكان مليان بالعربيات وبياخد العربية اللي سابها له روي بالأسلحة اللي فيها. وأول حاجة بيعملها لما بيركب العربية بيلاقي ملف فيه أول واحد من الناس اللي هيقتلهم وخريطة للمكان بتاعه، وبيلاقي مسدس في العربية علشان يقتله بيه. وبعدين بياخد صورته هو وأخوه وبيعلقها قدامه في العربية، وبينطلق بالعربية علشان يقتل أول واحد من القايمة. وبيكون الراجل دوت شغال في شركة، وبيوصل السائق لمقر الشركة وبينزل من العربية وبيدخل الشركة وبيمشي لحد لما يلاقي الشخص اللي هيقتله. وأول لما بيشوفه بيقوم مطلع مسدسه على طول ومديله طلقة في نص دماغه مخلص عليه تماما. وحتى بيلاقي كاميرا مراقبة بتصوره وبيبصلها كده، وبعدين بيمشي كده. بنشوف المحقق كوب واللي بيكون مدمن مخدرات بيشتري مخدرات وبعد كده بيشربها، وبيطلع بالعربية على طول على المكان اللي اتقتل فيه الراجل اللي قتله السائق. وبيدخل المكان في وسط نظرات استغراب من كل اللي موجودين في المكان، وبيقابل المحققة سيسرو واللي بيكون رافضة ان هو يحقق معاه في القضية، وبتقوله ان الرئيس بتاعها هيمنعه من التحقيق في القضية معاها. ولكن المحقق كوب بيقولها ان هو فاضله كام اسبوع وهيتقاعد، وان هو متحمس للقضية ديت لانها هتكون اخر قضية ليه. فبتبص سيسرو كده وبتاخد منه السيجارة وبتسيبه وتمشي. بعد كده بيروح السائق لروي اللي بيساعده وجاب له العربية والسلاح واسمه وعنوان الشخص اللي قتله. بيروح له علشان ياخد منه باقي القايمة اللي فيها الاسماء بتاعة الاشخاص الباقيين مقابل الفلوس اللي اتفقوا عليها، وبيطلع له فلوس علشان يديها له. ولكن روي بيقول له ان هو بقاله 10 سنين بيتجمع له معلومات عن الاشخاص اللي قتلوا اخوه وعايز فلوس زياده عن اللي اتفقوا عليها. وطبعا بيتكلم معاه بقلب جامد قدام السائق لان هو معاه جارد عامل زي السائق كده، وبيقرب الجارد دوت من السائق ولكن بيخاف منه لما بيشوف تاتو غريب على دراعه وبيطلع بره بسرعه. بيقول له الجارد ان هو عارف التاتو دوت كويس ومش مستعد يقتل الشبح. ولما روي بيشوف الجارد خاف منه قوي كده بيجيب ورا وبيديله القايمه اللي فيها باقي الاسماء. والتاتو دوت بيكون عباره عن حروف مكتوب جوه خطوط عريضه بيكون عمله وهو في السجن علشان يخوف بيه المساجين، لان هو بيرمز لشخص مات ورجع تاني من الموت. بعد كده بيدخل السائق العربيه وبيراجع القايمه، وبيكون الدور على واحد اسمه تايسون وهو اللي كان بيصور اخوه جاري وهو بيتقتل. بعد كده بنشوف المحققه سيسرو ومحقق كوب وهما بيراجعوا تسجيل الكاميرات بتاعه الحادثه، وبتقول المحققه ان الراجل اللي اتقتل من السائق وفضل واقف باصص له قبل حتى لما يشوف المسدس في ايده، وحتى بعد لما شاف المسدس فضل برضه واقف ومتحركش، ودوت يفسر ان هما يعرفوا بعض. بعد كده بنشوف واحد اسمه القاتل بيجيله اتصال من واحد اللي قتله جاري من 10 سنين وبيكون مش معروف عنه اي حاجه، بيبعت له صوره للسائق علشان يقتله لان هو بيكون عارف ان هو خارج من السجن وقتل واحد منهم، وكده هيجي ناحيه الباقيين ويقتلهم هما كمان. وبيقول للقاتل دوت ان السائق هيقتل واحد اسمه تايسون، وبيبعت له صورته علشان يحميه من السائق قبل لما يقتله. بيخلص على السائق والسائق بيوصل وبينزل من العربيه بتاعته وبيدخل لفندق علشان يقتل تايسون، وبيشوف القاتل وبينزل وراه، وبيكون تايسون في غرفه مع البنت اللي وصلته وبيشربها حاجه بيكون فيها مخدر. وبعد كده بيطلع كاميرا ويصورها، لكن في الوقت دوت بيوصل له السائق وبيطلع المسدس ويديله طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه ومش بيرضى يأذي البنت ويمشي. ولكن القاتل بيكون وراه وبيطلع مسدس ولسه هيضرب عليه نار، ولكن في بنت بتظهر في وسطهم فبيقف ومش بيرضى يضرب السائق، لكن السائق بيضرب عليه نار. ولما بيستخبى القاتل من ضرب النار بينزل السائق بسرعه وياخد العربيه بتاعته ويمشي. ولما بيدخل القاتل الغرفه بيلاقي تايسون اتقتل. كده بيكون هو فشل في مهمته ان هو يحمي تايسون وان هو يقتل السائق. بعد كده في مركز الشرطه بيشوف المحققه سيسرو والمحقق كوب، وهي بتقول له ان هي عرفت معلومات عن المجرم، وبتقول له ان هو كان في السجن بقاله 10 سنين ولسه خارج من فتره قريبه، وجابت الملف بتاعه من المأمور بتاع السجن. بتقول له على النشاط بتاعه كان مشترك مع اخوه جاري وافراد عصابه في سرقه بنك، وهو اللي كان بيسوق بيهم لان هو كان سواق ماهر جدا، واتنفذت العمليه بنجاح
السلاح، وقدر السائق ان هو يهرب من الشرطة وقتها. بتعرض عليه فيديو لافراد عصابة تانية وهم بيتعقبوا العصابة بتاع الجاري واخوه في عملية سرقة البنك، ولما عرفوا ان هم سرقوا البنك ومعاهم الفلوس راحوا لهم وعملوا لهم كمين وقتلوهم، وتفضل منهم السائق وجاري علشان العصابة يعرفوا منهم مكان الفلوس. بيهددوه بقتل جاري علشان يقول لهم على مكان الفلوس، والسائق بيكون خايف على اخوه جاري جدا وبيقول لهم على مكان الفلوس علشان ما يقتلوهوش، ولكن بعد لما بياخدوا الفلوس بيقتلوا جاري، والسائق بيهددهم ان هو هيقتلهم فبيضربوه بطلقة في دماغه، لكن الطلقة بتكون اخترقت راسه وعدت من غير ما تقتله. ولما بيكون في المستشفى بيعلنوا وفاته، ولما بيقوم فجأة وكأنه صحى من الموت، والاطباء عملوا له شريحة معدن في راسه وعمل بعدها التاتو اللي في دماغه علشان المساجين اللي في السجن يخافوا منه. فبيسألها محقق كوب هي حصلت على شريط الفيديو ازاي، بتقول له ان هي كانت شغاله محققه في جرائم النفس، حصلت على الشريط في الوقت علشان كانت بتحقق في الحادثه ديت، ولما شافت السائق في الكاميرا افتكرته راحت جابت الشريط ورجعته تاني. بعد كده بيروحوا هما الاتنين على الفندق اللي اتقتل فيه تايسون، وبيكونوا بيحققوا في القضيه وبيكتشفوا شرايط فيديو كتير لبنات تايسون كان بيصورهم زي ما شفنا وهو بيتقتل. كمان المحققه سيسرو بتقول ان هو كان موجود شخص غير السائق كانوا بيضربوا على بعض نار. بعد كده بيشوف القاتل بيحكي لحبيبته ليلي عن المواجهه بتاعته مع السائق وان هو شخص محترف جدا وبيمدح في قدراته، وبتقول لليلي ان هو ممكن يهزمه عادي بسهوله، ولكن القاتل بيطلب منها ان هو يتجوزها وبتوافق، وهو بيكون قايل لها ان هو هيبطل قتل لما يتجوزها. بعد كده تاني يوم بيكون السائق رايح على ولايه نيفيديا علشان يقتل الهدف الثالث بتاعه اللي بيكون عنده مكان سهر في الولايه ديت واسمه بافميت، وهو بنفسه اللي قتل جاري قدام السائق. بنشوف وقتها القاتل وليلي هما بيتجوزوا وبيتدربوا على السلاح، والقاتل بيقول لليلي ان هو عايز يبطل قتل ويعمل عيله هو وليلي ويعيشوا مع بعض. بعد كده بيدخل السائق لمكان السهر بتاع بافميت، ولكن الحراس بره بيمنعوه من الدخول بمسدس، فبيدخل من غيره وبياخدوا البتاع اللي بيكسروا بيها التلج، وبيدخل الحمام ويقابل بافميت هناك وبيطلع بافميت خنجر علشان يقتل بيه السائق. بيقول له ده انا مستنيك من زمان، وبيشتبكوا مع بعض، ولكن السائق بيخلص عليه وبيقتله. لكن بافميت قبل لما يموت بيقول للسائق ان هو يتصل بابنه ويقول له ان ابوه اسف علشان هو خذله، وبيديله موبايل علشان يتصل بيه. ولما بيطلع السائق ويركب العربيه بيتصل فعلا بابن بافميت وبيوصل له الكلام اللي قاله له ابوه وبيمشي بالعربيه. بعد كده بنشوف القاتل وهو بيحضر الاسلحه بتاعته علشان يقتل السائق، وليلي بتقوله ان هو عدا بان هو يبطل القتل بعد لما يتجوزها، وهو بيقول لها ان هو فعلا هيبطل، ولكن بعد لما يقتل السائق الاول، وبتتضايق منه ليلي جدا وبتسيبه وتمشي. بعد كده كوب بيتصل بالمحققه سيسرو وبتقول له ان الراجل اللي اتقتل في الاول في الشركه وتايسون كانوا يعرفوا بعض لان هما كانوا من ضمن العصابه اللي قتلت جالي اخو السائق، وبتقول له ان السائق هينتقم من باقي افراد العصابه اللي كانوا في الفيديو، بتطلب منه ان هو يحقق في الموضوع لان هي هتكون في المحكمه طول اليوم. ولكن كوب بيقول لها ان هو هيروح ولايه نيفيديا علشان يحقق في قتل بافميت لانه بيكون شاكك ان السائق هو اللي قتله، ولكن سيسرو بتقول له ان السائق بيستخدم المسدس وان بافميت اتقتل بآلة حاده، ولكنه بيقول لها ان هو كده هيروح هناك. كده السائق بيسمع في الراديو ان بافميت لسه عايش وبيلف بالعربيه ويروح للمستشفى علشان يقتل بافميت. وبعد لما بتيجي معلومات من الشخص المهجور للقاتل علشان يروح على المستشفى في ولايه نيفيديا ويستنى السائق هناك يقتله، بيروح السائق على المستشفى بيكون هناك القاتل مستنيه والمحقق كوب كمان، وبيدخل السائق على غرفه بافميت وبيطلع مسدس ويخلص عليه بطلقتين 3 4. ولما الضابط كوب بيسمع صوت ضرب النار بيروح علشان يشوف في ايه، لكن السائق بيكون هرب من السلم الخلفي بتاع المستشفى وبينزل وراه ويضربوا على بعض نار، وبيستخبى كوب لما بيظهر تاني بيلاقي السائق في وشه وحاطط المسدس على راسه. لكن لما السائق بيشوف الشاره بتاعت كوب بيعرف ان هو شرطي بيختفي من قدامه بسرعه، ولما القاتل بيشوفه وهو ماشي بالعربيه بتاعته بيركب هو كمان العربيه وبيروح وراه، تحصل بينهم مطارده بالعربيات، ومره واحده كده بيقوم السائق لافف بالعربيه وبيقف في وش القاتل وبيوجه المسدس ناحيته بيضرب له الكاوتش بتاع العربيه. وهنا بقى القاتل بيستغل ويضرب السائق ويتصفي رقبته وبيمشي بسرعه من المكان بالعربيه، والقاتل بيجيله مكالمه من الشخص المجهول وبيقول له ان المهمه اتلغت وخلاص ما تقتلش السائق، لكنه بيقفل المكالمه وبيكون مصمم ان هو يقتل السائق بنفسه، بعد كده بيروح السائق لوالدته وبيسال عن مكان ابوه، ولكنها بتقول له ان ابوه مات، وهو بيكون فاكر ان ابوه اللي بلغ عنه هو واخوه جاري لان جاري كان رافض ان ابوه ينضم ليهم في عمليه سرقه البنك، لكن امه بتقول له ان ابوه كان مستحيل يعمل كده. وبعدين بيشوف السائق صوره لاخوه جاري وجنب واحده اسمها مارينا كانت مرتبطه بيه زمان وهي دلوقتي مرات المحقق كوب، فبيفهم السائق ان هي اللي بلغت عنه هو وجاري. بعد كده بيكون السائق راح يقتل الشخص الاخير وكان سامعه بيركي خطابات في الراديو، قرر ان هو يروح ينتقم منه. الوقت سيسرو بتقول لكوب ان الثلاث اشخاص اللي اتقتلوا ليهم سوابق سرقه وان هي متاكده ان في شخص مجهول هو اللي بيحركهم. بيشوف كوب ملف لشخص كمان وبيعرف ان هو اللي عليه الدور في القتل، وبالفعل بيكون السائق في طريقه علشان يقتل الشخص والقاتل بيكون وراه علشان يقتله، وبيوصل السائق لمكان الشخص ولما بيساله الشخص بيخاف منه جدا ووشه بيبان عليه خوف. وبعد كده بيتكلم مع السائق بيقول له ان هو بيعمل خطابات دلوقتي عن التسامح، بيكون حاسس بالذنب لانه اشترك في جريمه جاري زمان، بيقول له ان دوره كان هو يحرس الباب، ولكن السائق واخد قرار ان هو يقتله، ولما بيجي يقتله بيلاقي ان هو مستسلم للموت وبيدعي وبيضرب السائق
الرصاصة لكنه بيتضرب في الأرض، مش بيرضى يقتل الشخص دوت وبيقول له يرجع لعيلته. وبيكون القاتل شاف اللي بيحصل دوت. بعد كده بيدخل السائق للخيمة وبيقعد هناك، وبيدخل القاتل وبيحط مسدس على راسه، وبيستغرب القاتل من ان السائق ما قتلهوش وما قتلش كمان الشخص اللي كان معاه من شوية. فبيقول له السائق ان هو بيقتل الاشخاص اللي قتلوا اخوه بس عشان ينتقم لاخوه، مش بيقتل اي حد وخلاص. بعد كده كوب بيوصل للمكان اللي هم فيه وبيهدد القاتل، فالقاتل بينزل المسدس بتاعه وبيروح كوب ضارب السائق بطلقة في دماغه. وبنعرف بعد كده ان كوب هو الشخص المجهول اللي كان بيتكلم القاتل، هو كمان اللي ضرب السائق في راسه من 10 سنين وقتل اخوه. ولما بيعرف القاتل بيستحقر كوب جدا، بيقول له ان اصلا السائق ما كانش عارف انك اللي قتلت اخوه. وبيقول له كوب ان هو اصلا لو السائق كان عارف كان زمانه قتلني في المستشفى. وبيقول له كمان ان مارينا مراته كانت بتتجسس على جاري والعصابه بتاعته زمان وبتنقل له كل حاجه عنهم، وهو طبعا استنى لما سرق البنك وراح عمل لهم كمين قتلهم واخد منهم الفلوس زي ما شفنا في الفيديو في الاول. وبيقول للقاتل ان خلاص كده مهمته انتهت، وفعلا القاتل بيسيبه يمشي. في الوقت دوت بتكون سيسرو عرفت من القائد بتاعها ان كوب ليه علاقه بالاشخاص اللي قتلوا جاري عصابته زمان، وبيأكد لها القائد وبيقول لها ان في الوقت دوت كوب هيموت ويمسك القضيه ديت. بعد كده كوب بيكلم مراته وبيقول لها ان هو خلاص قتل السائق وهيرجع البيت، لكن بيظهر فجاه السائق من وراه وبيضربه بالنار وبيقع كوب على الارض. لكنه بيسأل كوب انت ازاي عايش، انا ضربك مرتين بالنار في راسك. وبيطلع السائق الشريحه المعدنيه اللي كان مركبها الدكاتره في دماغه، بيقول له ان هو عايش بسبب الشريحه ديت، والرصاصه اللي انت ضربتها لي جت في الشريحه. وبيضربه كمان رصاصه وبيقتله خالص. بعد كده بيكلم القاتل ليه لمراته وبيقول لها ان هو خلاص هيبطل قتل ويعيشوا مع بعض في سلام. وبتوصل سيسرو جثه كوب تدرك ان هو كده نال اللي يستحق قابل اللي عمله زمان. بتقطع الورقه اللي تثبت ان هو متورط في الجرايم ديت لان هو خلاص مات. واخر حاجه بياخد السائق التراب بتاع جثه اخوه وبيرميه في البحر لانه خلاص انتقم له من الناس اللي قتلوه. وبيخلص الفيلم على كده. متنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في